انه ما في اكيد دور معين مطلوب فقط من الاعلام السعودي، هو المطلوب من الاعلام العربي بشكل عام. اول شيء انه احنا نصحح الصوره الخاطئه اللي ماخوذه عنا كعرب ان قدرنا طبعا عند الغرب، محاربه بعض الافكار المغلوطه سواء بداخلنا او عند الخارج اتجاهنا، نشر الوعي، نشر الثقافة. يعني احنا بنشوف بعض الأحيان بيصير في حملات توعوية بتتبناها بعض الجهات أو المراكز أو الجمعيات، احنا بدورنا ندعم هذه التوجهات، ندعم هذه الحملات التوعوية، نوصل أي معلومة مفيدة للمشاهد، بعض الأمور الخاطئة اللي ممكن تنفهم بشكل أو تنزرع بداخلنا تحديدا في المجتمعات العربية وبشكل خاص المجتمعات الخليجية. إذا كان عندنا مفاهيم خاطئة نحاول نحن نصلحها، نحاول نحن نغيرها، نحاول نحن نتطور، نحاول نحن نثقف حالنا ونحترم الآخرين. وهذا الشيء اللي أنا دائما أحرص عليه، نحترم الآخر، لأنه دائما نطلب من الآخر أنه يحترمنا بس إحنا ننسى حالنا وما نحترمه. طيب ما هو مطلوب أنه تو ويز، لازم يكون الاحترام طالع من الطرفين اتجاه الآخر. فلذلك هو هذا اللي مطلوب من الإعلام بشكل عام العربي، ومنا تحديدا إحنا كمذيعين أو إعلاميين داخل هذا الإعلام. إن شاء الله ما أنعس وأنا موجودة معاكم بس. زهرة الأمل، الله يسعدك يا زهرة الأمل ويسعد أيامك، تسلمي حبيبتي. معليش يعني بس بسألك سؤال خاص، أدري إنها ملقفة بس بدي أعرف، سمعت يقول إنك مطلقة، هذا صح ولا لا؟ صح، لما كان عمري 19 سنة طلبت الطلاق، في حين ان هذا العمر البنت توها بتتزوج، انا طالبة الطلاق في هذا العمر، كنت شايفة الافضل والاخير لي. وزوجك ايش جنسيته، سعودي ولا لا؟ مو لازم نتكلم في، هو خليجي